في يوم 3 ديسمبر من عام 1993 شهدت مدينة مكناس حدثاً مروعاً أثار الرعب في قلوب الناس، حيث أصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً بالإعدام على شخص يعرف باسم إم جي نينا بعد اتهامه بارتكاب جريمة شنعاء تضمنت قتلاً وقطع رأس. وقد تنوعت الأحكام بالنسبة للمشاركين في هذه القضية بين البراءة والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. عبد الرحمن السوحي المعروف بلقب إم جنينة ولد في عام 1954 بمدينة مكناس، وقد عانى من الإهمال والتهميش ما دفعه نحو حياة الجريمة. أمضى أكثر من 20 عاماً في السجن المركزي بالقنيطرة قبل نقله إلى سجن سيدي سعيد بمكناس لقضاء ما تبقى من عقوبته، بتهم تشكيل عصابة إجرامية وارتكاب جرائم عديدة بما في ذلك السرقة بالعنف والاعتداء الجسدي. الجريمة التي شكلت محور القضية كانت بمثابة ذروة سلسلة من الأعمال الانتقامية بين إم جي نينا وعدوه الملقب بحنفوزة، اللذين التقيا خلال فترة قضائهما لعقوبة في السجن. بعد الإفراج عنهما سعى كل منهما للانتقام من الآخر، وفي إحدى المواجهات انتهى الأمر بمجينينا وهو يقطع رأس حنفوزة ويعرضه في مكان عام، وهو فعل انتقامي مروع. إم جي نينا اختبأ في حديقة مجاورة معتمداً على الفواكه كغذاء له، بعيداً عن أعين الشرطة التي كانت تلاحق العصابات الإجرامية في المنطقة. علم بخطة حنفوزة للانتقام منه، مما دفعه إلى تنفيذ جريمته البشعة التي أدت في نهاية المطاف إلى اعتقاله ومحاكمته وحكم الإعدام الذي صدر بحقه، قبل أن ينهي حياته بالانتحار في السجن، مما أغلق فصلاً مظلماً في تاريخ الجريمة بمدينة مكناس.